بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. المخلوقة الملقبة بغيثة سلام ناجي انتحرت روحيا وانتحرت معنويا، والانتحار الروحي والمعنوي هو أخطر من الانتحار المادي. فالإنسان يقدر ينتحر بحبل أو دواء، مثلا دواء الفار، كما نرى في المغرب أحيانا من قبل بعض الضعفاء ديال النفوس اللي كيضعفوا في واحد اللحظة وكيقضي على راسه. هذا الانتحار هو أهون من الانتحار الروحي والمعنوي، إنكار وجود الله، نصر الإلحاد، شن حرب على ركن من أركان الإسلام، حرب على الصلاة، حرب على القرآن، حرب على المساجد، حرب على الحج، حرب على رمضان، حرب على عيد الأضحى إلى آخره. فنسيت هذه المخلوقة على أن هناك علاقة وطيدة وعضوية بين الإسلام كعقيدة والمغرب كبلد. الإسلام هو اللباس الذي يغطي ويزين المغرب، وبدون الإسلام سيصبح المغرب عاريا أمام الأمم والشعوب. كما أن المغاربة لا يمكن لهم أن يكونوا أسودا إلا بلا إله إلا الله محمد رسول الله. والقوات المسلحة المغربية لا يمكن لها أن تنتصر في حرب بدون لا إله إلا الله، لأن الجندي المغربي يكبر عند دخوله لأي حرب وهو واثق بأن الله سبحانه وتعالى سينصره، لأنه هو الذي قال: وما النصر إلا من عند الله. إذن الإسلام هو سبب عزتنا وكرامتنا واستقرارنا وأمننا. ولو تخلينا والعياذ بالله عن هذا الدين العظيم سنهوي إلى الأسفل. المغاربة يا غيسة أو ميسة أو خيشة ليسوا قطيعا، يتبعون كل من ينعق وكل من ينبح، سواء في الداخل أو الخارج. المغاربة يتبعون كلام الله وكلام محمد صلى الله عليه وسلم، ويدخلون ضمن الطائفة التي قالت: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أما أنت وأمثالك فقد دخلتم مع الطائفة التي قالت: سمعنا وعصينا والعياذ بالله. أنت لما قلت على أنك 10 سنوات وأنت تقومين بالإفطار العلني، فأنت تجاهرين بمعصية الرب سبحانه وتعالى، تجاهرين بمعصية الله، وتحاربين ركنا من أركان الإسلام، وتحاولين أن تنشري الإلحاد داخل المغرب، ولن تصلي إلى هذه النقطة، ولن تحققي ولو معشار من جزء ضئيل من هذا الحلم الشيطاني الذي سبقك فيه القمني في مصر، سيدهم القمني الذي مات، وأعتقد وأنا جازم بأنه يحاسب الآن في قبره. القمني سبقك، حاول أن ينشر الإلحاد في مصر، وقد كان يفتخر بإلحاده لعنه الله. أمرك مضحك جدا. في كل فيديو، وأنا لا أتابعك، فقط أردت أن أقف بهذه الكلمات حتى تعلمي على أن المغاربة يفتخرون بعقيدتهم ويحبون وطنهم. فالقمني عاش ومات على الإلحاد. من سينفعه؟ لن ينفعه أحد. الجمال الحقيقي هو جمال الروح، جمال القلب، جمال العقل. ولهذا فأنت لا تثقين في جمالك الداخلي. في كل فيديو كتطلسي الوجه ديالك بالأحمر الشفاه ومزرقة هذوك العينين، تبدو كتباني وكأنك بهلوان،
مضحكة غاية في الضحك. والله you are very funny أنت très ridicule et tu dois savoir ça. أقول لك على أنك أقبح امرأة تعيش في هذا الوطن، حتى لو وضعتي المكياج ديال العالم كله، ديال الانجليز وديال الصبليون وديال الامريكان وديال الجابون وديال الشينوا، ستبقين قبيحة. والمرأة الجميلة هي التي تشهد أن لا إله إلا الله وتعتز بدينها وتعتز بكل أمر له علاقة بالإسلام. ورائحتك منتنة لأنها رائحة كفر وإلحاد وشرك ومعصية للرسول. ما معنى أن تفطري؟ يعني أنت تمشين في طريق الكفر والشرك بالرب عز وجل، وهذه الرائحة ستبقى منتنة حتى ولو وضعت أجمل عطور الكرة الأرضية. في أمان الله.